بما ان النهاردة عيد ميلادي، حبيت اعمل معاكم التورتة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. المكونات كلها موجودة عندي. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. يلا بينا نشوف الطريقة. ادي يا جماعة دي كده المكونات بتاعتنا. هنجيب طبق او بولة المتوفر عندك، وهنبدأ بنخلط المكونات مع بعض. نزلنا بالكاكاو عشان ندمجهم كلهم مع بعض، و5 معالق من الدقيق على 3 معالق من الكاكاو، وكيس بيكنج باودر هو بيبقى معادل بمعلقة. وهنبدأ بنخلط كل المكونات مع بعض علشان تندمج كلها مع بعض، وهننزل بمعلقتين السكر. هنخلط المكونات الجافة كلها مرة واحدة لغاية ما تتناسق مع بعض. كل المكونات تبقى شكل واحد، ولا في تكتلات دقيق ولا في تكتلات كاكاو، علشان ما تكلكعش مننا لما ننزل بالخليط السائل. وهنجيب معانا هنا الكبة بتاعتنا وهنحط عليها الاوريو. طبعا انا جايبه كيسين اوريو اللي هو او 10. هحط نص الكمية والنص التاني هخليه للضربة التانية. ادي يا جماعة الاوريو بتاعنا بعد ما ضربته ده بقى شكله زي ما انتوا شايفين كده، بقى ناعم خالص مفيهوش اي تكتلات. طبعا بنضربه بالكريمة. هننزل بيه على الخليط بتاعنا وهنقلبه كده يا جماعة. قلبنا كل المكونات الجافة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، الدقيق والكاكاو والسكر والبيكنج باودر، حتى الاوريو ضربناه في الكبة وكمان نزلنا عليه وقلبنا كله مع بعض. هننزل يا جماعة بكوباية ونص من اللبن، درجة حرارة المطبخ، ولا سخن ولا ساقع، هيكون دافي. وهنبدأ ان احنا ندمج الخليط كله مع بعض. هنقلب. لو الخليط ما طلعش معاكي بالشكل ده هنضطر ان احنا نزود ربع كوباية لبن تاني عشان الخليط بتاعنا ما يكونش تقيل. وهنقلب لغاية ما المكونات بتاعتنا كلها تدوب في الحليب. يا جماعة احنا طبعا لو ما كناش نخلنا المواد الجافة بتاعتنا وما كناش قلبناها مع بعض كان هيحصل تكتلات، وكان الخليط بتاعنا هياخد وقت وصعوبة في الذوبان. اهو زي ما انتوا شايفين كده الخليط بتاعنا جاهز، كله مضروب كويس. وقوامه ده القوام المطلوب. طلع معاكي القوام اتقل من كده هتضطر ان انت تزودي ربع كوباية حليب. طبعا كل دقيق يفرق عن التاني، فهو ده القوام المطلوب. اهو زي ما انتوا شايفين كده اتقلب كويس وبقى زي الفل. دوت اللي احنا عايزينه. هنجيب معانا الصينية هنا. طبعا لو مش متوفر عندك الصينية دي عادي ممكن تحطيها في صينية ألمونيا، وهننزل بالخليط في الصينية. طبعا انا مسخنة الفرن لمدة 10 دقايق درجة حرارة عالية جدا، علشان اول ما ندخل الكيكة ما تهبطش مننا لازم الفرن يبقى سخن جدا. ادي بعد ما نزلنا الخليط بتاعنا كده كله مظبوط زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ ان احنا ندي الصينية دبة صغيرة على الرخامة علشان كله يبقى متساوي، وهندخلها الفرن لمدة 10 دقايق وبعد كده هنرجع نشوفها. يلا بقى نعمل صوص الشوكولاتة للتزيين. معايا خلاط هننزل كله بالمعيار. نص كوباية زيت، عليها نص كوباية لبن، عليها نص كوباية سكر، وكمان 3 معالق كاكاو. ده المعيار اللي انا عايزاه. عايزة معيار اكتر طبعا هتكتري في الكمية. وهنا هنضرب زي ما انتوا شايفين لمدة دقيقتين كده. الصوص معانا جاهز. ده القوام اللي احنا عايزينه وده المطلوب. طبعا طول ما هو برضو مكتل معاكي ما وصلش للدرجة دي هتزودي ضرب تقيل معاكي، هتزودي ربع لبن وربع زيت علشان يضرب معاكي. وهنا هننزل الخليط. الكيكة بتاعتنا جهزت وبقت زي الفل. هنبدأ ان احنا ننزل خليط التزيين في قلب السلطانية علشان نزين بيه في الاخر وتبقى العملية سهلة علينا.
بصوا القوام ده القوام المطلوب للصوص الدزين، مش عايزينه خفيف، لو خفيف الكيكه هتشربه ومش هيبقى يعتبر صوص، هتبقي عاملاه زي ان انت سقيتي بيه الكيكه. لازم يبقى هو في القوام ده اهو، ده القوام اللي احنا عايزينه اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا الكيكه بتاعتنا طلعت بس هي سخنه شويه، هنستناها لما تبرد. وهنا انا كنت محضره كريم شانتيه معايا، ان شاء الله المره الجايه اطلع لكم في فيديو واقول لكم كريم شانتيه بيتعمل ازاي وبالاطعمه وبالصوصات. عايزه تعمليه بالفراوله، عايزه تعمليه مانجا، عايزه تعمليه شوكولاته، عايزه تخليه ابيض، هقول لك طريقه كل حاجه. ادي هنا اهو الكيك بتاعنا، هنبتدي ان احنا نقطعه. هنفتح الصينيه بتاعتنا وهنقسم الكيك نصين وهنبدأ بالتزيين. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتصلي على النبي فضلا وليس امرا، وتكتبولي في الكومنتات كل سنة وانت طيبة يا مي. اهو زي ما انتوا شايفين كده الكيكة بتاعتنا. طبعا مش متوفر عندك الصينية دي، عادي تعمليها في صينية ألمونيا مفيش اي مشكلة، وهتستنيها لما تبرد خالص. بصوا يا جماعة مش لازقة ازاي وانا ولا دهنه الصينيه اي حاجه، هستنيها لما تبرد خالص وبعد كده هتقلبيها اهو زي ما انا هعمل. طبعا انا شلت الطبق علشان هي مربعه والطبق مدور، فانا كده كده الرخامه بتاعتي انا غسلاها ومنضفاها قبل ما بعمل اي حاجه. هبتدي هنا ان انا اقسم الكيكه نصين علشان هي سخنه ويعني احاول ان انا اقسمها طبقتين. طبعا يا جماعه انتوا ما تعملوش الطريقه بتاعت قسم الكيكه دي، انتوا هتسيبوها لما تبرد خالص علشان ما تتكسرش منكم. انا قطعتها وهي سخنه علشان اوريكم وجهزت اجهز معاكم الفيديو بسرعه، فعشان كده اتكسرت. بس هي كده برضو ما بقتش وحشه، لا عادي هتنفع وكأني ولا فيها اي حاجه. هنا حطيتها في الصينيه وهبدأ ان انا اسقيها باللبن اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هفضل اسقي فيها باللبن علشان تبقى طريه. هي طبعا العجينه طريه ومستويه وجميله. هبدأ هنزل هنا بقى بالتزيين، احط الكريم الشانتيه بتاعنا. طبعا يا جماعة هي ولما هتيجي تقطعيها ولا كأنها فيها اصلا اي كسر، يعني هو الطبيعي لما انت تيجي تقسميها نصين هيتكسر منها حتة، هتتفتفت منك شوية، كل ده بتلميه وانت اول ما بتيجي تزيني بالكريم الشانتيه كل ده بيثبت، وهتيجي تقطعيها ولا كأنها اصلا كان فيها حتة مكسورة. هنا يا جماعة هبدأ احط التزيين الكريم الشانتيه بتاعنا كله، وهبدأ بالحتت التانية اللي اتقطعت مني اني انا احطها في الكيك. وطبعا هي مش هتبان وهتطلع الخرطة بخرطتها زي ما انا وريتكم في اول الفيديو. هبدأ ان انا هرصها كلها وهتطلع زي الفل تمام ولا كأن في حاجة اتكسرت. وهنا بعد ما خلصتها هنزل معاكم بصوص الجناش اللي احنا عملناه، اللي هو نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية حليب، 4 معالق كاكاو او 3. وهنبدأ بالضرب في الخلاط لمدة دقيقتين لغاية ما نوصل للنتيجة دي. وكده يا جماعة بعد ما نزلنا بصوص الدناش ان احنا اهو بنسويه خالص على الوش. ولو انت عايزة صوص الشوكولاتة اكتر من كده هتضعفي الكمية بمعيار كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، 8 معالق كاكاو، وهتضربيهم جامد في الخلاط لمدة 3 دقايق. وهنا بعد ما الكيك بتاعنا خلص هنحطه في التلاجة لمدة ساعة وبعد كده هنقطعه. وخرجناها بعد ساعة في التلاجة وبنقطعها معاكم. بصوا النتيجة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ولا كأنك جايباها من اشهر محل حلويات، ولا الطعم تحفة. وادي يا جماعة ولا كأن باين عليها ان في اي حتة اتكسرت، زي ما قلت لكم كله بيتدارى. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو.